تختلف الثقافات الشعبية التي تظهر عادات الشعوب الإسلامية وتقاليدها في استقبال شهر الصوم، والتي تعبر عن روح الشهر الكريم والابتهاج بقدومه في شتى دول العالم. لبنان تعتبر سيبانة رمضان من أهم العادات المتداولة في لبنان، حيث تعمد العائلات والأصدقاء في آخر ليلة من شهر شعبان وقبل بداية شهر رمضان المبارك بالاجتماع والخروج من المنزل لتناول الأطعمة والمشروبات المختلفة. وتأتي كلمة سبيانة من كلمة الاستبيان أو الرؤية، إذ جرت العادة أن ينتشر المسلمون على شواطئ بيروت في 29 من شهر شعبان لاستبانة هلال رمضان، كما أن ظاهرة المسحرات لا تزال موجودة. مصر أهم ما يميز شهر رمضان في مصر هي مدافع الإفطار التي يرجع تاريخها إلى قديم الزمان، وإلى جانب المدافع هناك الفوانيس التي تحرص كل أسرة مصرية على شرائها كل عام، كما تتزين الشوارع والحارات بالأعلام. السودان اعتادت سيدات البيوت في السودان على تجديد كل أواني المطبخ احتفالا وابتهاجا بقدوم شهر رمضان، وما أن يتم الإعلان عن بدء شهر الصوم حتى تضاء المصابيح الملونة على المآذن والأسوار، وتظل الأضواء الخاصة مشتعلة طوال ليالي رمضان، كما تطلق المدافع عند كل أذان مغرب معلنة حلول موعد الإفطار وقبل الفجر للتنبيه بالإمساك. تركيا من أشهر الطقوس المعروفة بتركيا أن يقوم الزوج بإهداء زوجته خطابًا يجدد لها فيه ولاءه وحبه الشديد، وتأكيده على أنه سيظل طوال عمره أمينًا عليها وعلى بيته وأولاده، ويقدم لها اعتذاره عن أي مبادرات سيئة صدرت منه تجاهها. ثم تقوم الزوجة بإهدائه صورًا فضيًا تعبيرًا منها عن محبتها له وتجديدًا للعهد بينهما، بالإضافة إلى عادة وضع خاتم من الفضة داخل إحدى كرات الكفتة، ويكون الخاتم من نصيب من يكتشفه خلال مائدة الإفطار. موريتانيا يعمد الشعب الموريتاني إلى حلاقة شعر رأس الصبيان وأحيانا الكبار قبيل رمضان، لكي يبدأ الشعر بالنمو مع بداية شهر الصوم، ويسمى زغب رمضان. نيجيريا لا تفطر كل أسرة بمفردها في نيجيريا، بل تجمع الأطعمة التي تم إعدادها من كل منزل، ويتم تقسيم الموائد أمام أقرب منزل إلى جزئين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، كما تحرص كل أسرة على استضافة أحد الفقراء يوميا على مائدة الإفطار كنوع من التكافل الاجتماعي. الكاميرون يحرص المسلمون في الكاميرون على عدم غلق أبواب البيوت والشقق طوال شهر رمضان، وذلك استعدادا لاستقبال أي صائم أدركه الأذان قبل الوصول إلى بيته، فيدخل للإفطار والتعارف مع إخوانه من المسلمين. الهند أهم ما يميز دولة الهند في شهر رمضان هو توزيع الحلوى والمرطبات على المصلين بعد الانتهاء من صلاة التراويح وارتداء الطاقية خلال هذا الشهر. إندونيسيا تستقبل إندونيسيا شهر رمضان الكريم بقرع الطبول التقليدية المعروفة باسم البدوق، وهي عبارة عن طبول ضخمة يتم قرعها فور الإعلان عن حلول شهر رمضان، كما تقرع قبيل أذان المغرب مباشرة إيذانا بحلول موعد الإفطار. كما اعتاد المسلمون في إندونيسيا خلال الشهر الفضيل على فتح المساجد طوال الليل لتلاوة القرآن الكريم أو ما يسمى تدارس. الصين يسمى شهر رمضان في الصين باسم باتشاي، ويتناول المسلمون فيه عند دخول وقت الإفطار قليلا من التمر والحلوى أولا، ثم يشربون الشاي بالسكر، وعقب ذلك يتوجهون إلى المساجد القريبة لصلاة المغرب، وبعد الانتهاء يتناولون الفطور مع أفراد العائلة. باكستان تشتهر مدينة بيشاور الباكستانية بإقامة حفل عرس يجتمع فيه كل الأطفال الذين يقومون بالصوم لأول مرة لتشجيعهم على الاستمرار. كما تشهد المدينة عادة أخرى هي مسابقة حرب البيض المسلوق، التي لا بد أن تقام على مدار شهر رمضان، وتبدأ هذه اللعبة في المساء وتنتهي عند موعد السحور، وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة، ويضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها حتى يتأهل للمرحلة التالية. ماليزيا هناك عادة شهيرة تسمى بطوف السيدات،
حيث تطوف السيدات في المنازل لقراءة القرآن بين الإفطار والسحور، وهناك إفطار جماعي يقام يوميا في المناطق الريفية. كما تنتشر أسواق بازار التي تنطلق قبل أيام من رمضان، وهي أسواق تباع فيها مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار منخفضة.